ميسون، هيا بسرعة بالله عليك رفيع الحوش العلق اللي قلت لي عليها. بوك من بكري يشبه لي في شبحات، معناها نضرق بوجهك من الحوش. عطي بنتكم وزيد عصيدة ولا الشن. اصبري، احمدي ربك ان اعطتك وجه. وزي ما تفهمنا، خليك ذكية. لو ميسم احساسي انها سهل انك تضحك عليها، لكن امهم جليلة وعندك نورهان، هذا صعب شوية. لكن انت بذكائك خشي مع العيلة وخليهم يحبوك، وكل شيء يصير غادي نبيه يوصلني أكيد بإذن الله. اتصل بيك من بكري، خيرك ما تردش. نعم، تكلمي فيا أنا؟ على ما أعتقد ما هناكش حد غيرك، أنت واقف توا قدامي. شوفي جاي، أنا جاب المنصور، والشي اللي أنا مقرر نديره، فمش على خاطرك أنت أنا حنرد، فاهمة؟ لكن أنا ما كلمتكش على الفاضي، اتصلت بيك لأني نبيك في حاجة ضرورية. جيت بنكلمك على شركة الأسمنت اللي احنا كنا متعاقدين معاها، فجأة هيك قرروا إنهم يلغوا العقد. هو كيف بنديروا والمشروع شو بيصير فيه؟ وهذا الموضوع اللي حاق على خاطر التليفون. كأن غرورك خلاك تدير جناوح، وهالجناوح بدأت تطير بيهم فوق للعالي. لكن يا جبل منصور، كل ما انت تطير كل ما تقرب الشمس أكثر، والشمس ما ترضاش من يقرب لها، اللي يقرب لها يموت محروق. هو أنت شو تبي بالضبط؟ شركة الأسمنت بدهم نكلمهم ونشوفوا ايش موضوعهم، خلاص سكر الموضوع. أنا الحق مش عارفة شنو هو موضوعك، لكن أنا متأكدة أنك بديت تلعب بالنار، واللي يلعب بالنار يحرق روحه. لكن اللي أنا تو نتمناه إن هالنار ما تحرقناش معاك. والله يا بنويتي إلا عينوا طقتكم، أنا لازم أشوف شيخ يقرأ عليكم. كل من جارتنا هذه المحزنية عينها كلها علينا احنا، نار حرف والزوز. عندكم مشاكل في حياة جوازكم؟ لا 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 لا، كل أعوذ برب الفلق. يما المشكلة هذه ملهاش علاقة لا بالعين ولا الحسد ولا جارتنا، هذه المشكلة متعلقة بالأشخاص نفسهم. توزى راجلي سامح لأمه تهيني وتدلني كل دقيقة والثانية. نفس القصة تو أختي ميسم. هذا يعني إنه وشيء أكد إن الكلنا مستحيل تقدر تعيش في حوش العزوز، لازم نعيشوا في حياة مستقلين عنهم. صدام قاعد كيف يبني في حياته، كيف بنقول له يطلع بيا البرة؟ الموضوع ما هو سهل بكل، الأجارات مش رخيصة بكل. شفت يا أخي نيسان، احنا نحترموا فيهم ونقدروهم ونقدروا في ظروفهم، لكن هم ما يدروش في الشيء هذا بكره. وشوف الموقف اللي صار معك انت عند اول موقف وابسط شيء، وخلوا ما قالوا لك. أنا قلت لكم جارتنا المحدودية لعيبة، هي اللي حاسدتنا، صدقيني ده هي اللي حاسدتنا. وبعدين جارتنا التانية تعرف شي قالت تلاقت هي وياها في لمة هذاك اليوم، وقالت ما شاء الله زمردة زوجة بناويتها كلهم افتقت من همهم، وعلاش جايبة أنا هم على قلبي ولا شني؟ والله كان هي رقبتكم بالعين، كل أعوذ برب الفلق منها. خالتي انا اللي بنطيب اندومي عادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هذا الإندومي اللي يتكلموا عليها في النت ويقولوا مش كويسة؟ علاش هيك يا بديتي تاكلي في الحاجات اللي مش كويسة وتضري في صحتك؟ تودلك رشدة من الأخير، أصلا تشبه لها غلطة عندنا احنا أحلى. وبعدين أنا مش قلت لك قولي لي ماما، عش تقولي لي خالتي؟ خيرك هيك يا بديتي. لا لا يا خالتي، قصدي يا ماما، هي ولا لا حاجة كويسة وما هيش مضرة صحيا، بعدين لذيذة وحلوة. تو طيبها توا ونعطيك تذوقها واعطيني رايك. بيني ولا واحدة، والله يا بنتي توكلي فيا في الصمومات، أنا قاعدة نبي نعيش. تو شوية وطيب الرشدة اللي أحلى منها ما فيش. وبعدين مش قلت لك جاي روحي كنت نرفق للأكاديمية، وبإذن الله تعجبك. ريتي وما يطلع منها هالنور هاي، ريتي لا لا وتهددني فوقها. أنا اللي بنخزق منها بإذن الله. والحار في موضوع زواج، لكن المشكلة إن العيلة هذه اللي ممكن تخطب نورهان، يعني نورهان لو وافقت وخشت عليهم كنا حتكون سلفة ميسون. قولي والله سبحان
سبحان الله، يدور وما يصون بالترجب اسمها يرجع ويتكرر وينكرر. خلينا من هذا كله، احنا كيف نقنع العيلة؟ كيف بنقنع العيلة؟ سهلة. إذا أنت قدرت تقنعي عمتي جليلة خلاص معناها العيلة كلها اقتنعت. خلاص ماني أنا بنجي نتكلم معاها إن شاء الله توافق. كيف حالك يا مصطفى؟ وش مديرك؟ كيف حالك؟ شو أمورك؟ والله زي ما تشوفي الحمد لله هو بخير. واللي بنقول لك شكرا، بارك الله فيك على وقفتك هذيك المرة، لولاك وجهي كانت قشر قدام الناس البرانيين. العفو يا أم مصطفى، هذا مش بيناتنا احنا انسبات. وبعدين كان وقفناش مع بعضنا في فرصة زي هادي، ما أنا آمتى بنوقف مع بعضنا. ايه صدقتي يا أم سعاد. شنو جاي تزوري في بنتك؟ لا والله وانت الصادقة. وبعدين ولامستين كانت لاي كانت كل شوية هي تجيني وانا ونمشي لها ما نعلاش عاطيتها. وشنو انا بنيتي اعطيتها لولد من مكان؟ والله لما اعطيتها لولدكم مصطفى قلت لها لا تبكي ولا تقولي يمي حصلتيه ولد متسمي. والله صادقة يا سعاد. الحق يا مصطفى جيتك في حاجة مهمة بكل، وهذا علاش جيتني بنتكلم معاك وجه لوجه، لأن الكلام مفروض يكون بيني وبينك بكونك انت أم العيلة هناك. إن شاء الله خير يا سعاد. شنو فيه؟ شنو مصطفى متعارك مع سعاد ولا ما ندريش ولا كيف؟ لا يا مصطفى بعيد السوى عليهم ما شاء الله عليهم بلابيل تبارك الله. أنا جيتك في موضوع ثاني. الحق في عيلة ما شاء الله، عيلة ولا زيها عيلة، اللي دكتور واللي مهندس وكلهم يقروا البرة وأصلا كانوا مستقرين البرة، وهذا وين جو للبلاد هنا وقرر انه يستقر هنا. عيلة ليبية اصل ومفصل وفي سرايا يتربوا على العز. ما شاء الله تبارك الرحمن الله واحد. وطبعا اني العيلة هذه نعرفها على المشي، وليهم فترة يدوروا لولدهم الوسطاني على عروس. وطبعا بنيتي سعاد عاد عاطيتها لولد الناس مش اي كلام. وطبعا ام الولد كلفتني شخصيا نشوف لها عروس لولدها، وعاد هذه عيلة مش أي كلام، ولازم العروس اللي بنختارها لولدهم تكون بنت ناس وبنت تصونهم. والله ما خطرت في بالي إلا بنتك نورهان. عاد بنتك نورهان والله بعزتها وغلاها في قلبي من عزة وغلات سعاد عندي. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيك يا سعاد. والله وطلعتي حق تحبي بنتي نورهان، الحمد لله على كل حال. لا عاد كان والله نزعل منك يا مصطفى، ما يجيش عاد الكلام هذا. بنتك نورهان من زمان انا نعزها، عاد ما يجيش عاد مش كنت اللي نشريه لسعاد نشريه لبنتك نورهان. اعذريني والله من فرحتي خانني التعبير. والله هذا وين السعد بيخش دارنا، ومدام زي ما قلت على كلامك هيك خليهم يجوا تفقي معاه في يوم وانا معاه ليش مشكلة. الحمد لله ربي بلغني اليوم نشوف فيه بنتي وحيدة عريس، وتشوفي مجدة عريس، وتشوفي جليلها الصغيرة عروسة، وتشوفي إن شاء الله كل أحفادك بحفاتك. قولي يا رب. صدام كيف اخترع بالك وتجيبني في هذا المطعم؟ حسيتك زعلتي وقلت مدامها زعلت والله ما تروح الحوش إلا وراضي. تبي الحق يا صدام، وباش ما نكونش قدامك كذابة. والله زعلت من أعماق قلبي. الأكل اللي تعبت فيه وجهزته ما تقدمش على الطاولة، لكن عادي الجيات أحسن بإذن الله. أنا نفهم حاجة واحدة بس، وين القدر كان قاسك علي؟ علاش ما شفتكش من قبل؟ سبحان الله، والله يا نيسا كنت انت دول جروحي. دول جروحك؟ أصلا هالكلمة أنت قلتها أكثر من مرة، الواضح إن أنا فعلا كنت دول جروحك.
لكن نقدر نعرف شنو هي الجروح هذه؟ ما تحطش في بالك يا ميسي. هيا خلينا نتعشى. اعذرني شوية، ماشي شوية للتواليت وجاية. مش تتأخري، كان تأخرتي بناكل عليك كذلك، انت مطلب عليك وبناكل. ربط خماسي في سداسي، فكرته كويس. انت مستحيل حتقدر توفر لي الاشياء والميزات اللي موفرها لي اهلي في حوشنا. فارق نسوي مش عاجبك البال؟ لا ولا شيء، خلينا نقعمز نتعشى. انا جيت. صدام خيرك حسيتك متضايق، وجهك انقلب فجأة. لا ما في شيء، خلينا نطلب العشاء. هيا قولي يا يوسف، شنو في خاطرك تطلبي اليوم العشاء على شرفك بس على حسابي؟ شفتهم معلقين في اللائحة برا إن اليوم الوجبة الرئيسية طاجين سلمون بالخضرة، خلينا نطلبه. خلاص فهمنا.